اهلا بيكم في كروشيه الهوانم. اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده انا هعمل غرزه، اتمنى يا رب انها تعجبكم. الغرزه خفيفه جدا وتنفع جدا لللبس الصيفي. ممكن تعملوا منها مفارش، ممكن تعملوا منها كاشات مايو او شيلان صيفي. انا هستخدم اليزا ديفا وهستخدم معاه ابره مقاس 3. هقول بسم الله وهبدأ. الغرزة دي أنا بعملها بمضاعفات العدد 10 وبزود عليه 4 سلسلة. أنا خلصت السلسلة بتاعتي مضاعفات العدد 10 وبزود عليه 4 سلسلة. السطر الجاي هسيب أول غرزة، وفي الغرزة التانية هدخل بالإبرة واسحب الخيط وألف واطلع من الحلقتين غرزة حشو. بعد كده هشتغل 3 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة وهاجي في نفس الغرزة أسحب الخيط وألف وأطلع من أول حلقتين بس. أرجع ألف تاني الخيط وأدخل في نفس الغرزة وألف وأطلع من أول حلقتين بس. كمان مرة في نفس الغرزة أول حلقتين بس. يبقى عندي حلقة 2 3 4 ألف وأطلع منهم كلهم وارجع اشتغل 1 2 3 4 سلسلة، وهاجي اعد هنا 1 2 3 4 5. في الغرزة السادسة هدخل اسحب الخيط واطلع من الحلقتين غرزة حشو وارجع تاني 3 سلسلة. هلف الخيط على الابرة في نفس الغرزة، ادي العمود الاول اول لفتين، العمود التاني اول لفتين، وادي العمود التالت اول لفتين. 4 حلقات على الابرة اطلع منهم كلهم وارجع 4 سلسلة، واجي برضو اعد 1 2 3 4 5. في الغرزة السادسة هدخل بالابرة واشتغل غرزة حشو، وبعدين تاني 3 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة في نفس الغرزة، 1 أول حلقتين 3 4 حلقات ألف وأطلع منهم كلهم وارجع تاني 4 سلسلة، 1 2 3 4 5. في الغرزة السادسة هدخل واشتغل غرزة حشو. نعمل واحدة تاني مع بعض، 1 2 3. بعدين 1 2 3 4 1 2 3 4 5. في الغرزة السادسة هدخل واشتغل غرزة حشو واكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر عندي. هنا انا وصلت لاخر السطر زي ما انتم شايفين. بعد ما اشتغلت الاخر غرزة قبل ما اعمل، مش هعمل بقى السلاسل، هلف الخيط على الابرة لفة 2 وهعد سوري لفة واحدة، هعد 1 2 3. وفي الغرزة الرابعة هدخل بالإبرة واشتغل عمود بلفة، بلف واطلع من كل لفتين مع بعض. السطر الجاي هرتفع سلسلة واحدة، هلف الشغل وهاجي في الغرزة اللي قفلت فيها هسحب واشتغل غرزة حشو تانية وارجع اكرر 3 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة في نفس الغرزة، ادي العمود الأول العمود التاني العمود التالت، ألف واطلع منهم كلهم 4 سلسلة، وهاجي على الغرزة اللي بعديها في الغرزة اللي بدأت فيها لا هنا ادخل كده واسحب تاني غرزة حشو
وارجع اكرر 3 سلسلة في نفس الغرزة. ادي العمود التاني، العمود اللي بعده، وادي العمود التالت، والف واطلع واشتغل 4 سلسلة، واجي برضو على الغرزة اللي بعديها في الغرزة اللي انا قفلت فيها هنا، واشتغل غرزة حشو، وارجع تاني ارتفع 3 سلسلة نفس الغرزة. ادي العمود الاول، العمود التاني، وادي العمود التالت، والف واطلع من الحلقات كلها و4 سلسلة، واجي برضو ادي الغرزة اللي انا قفلت فيها الغرزة دي، ارجع ادخل هنا واشتغل غرزة حشو، واكرر 3 سلسلة، 1 2، وادي العمود التالت و4 سلسلة نفس الكلام، وبكرر بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر عندي. هنا وصلت لاخر السطر، فهاجي بقى بعد ما اشتغلت الغرزة الاخيرة لفة 2، وباجي هنا في اول غرزة من تحت في اللي احنا في غرز الارتفاع، اول غرزة بس من تحت مش من فوق، هدخل فيها كده اهي، واشتغل عمود بلفتين، بلف واطلع من كل لفتين مع بعض. السطر الجاي هرتفع سلسلة وهكرر، انتوا بتكرروا سطر واحد في قلب غرزة الحشو دي، هشتغل غرزة حشو وارتفع تاني 3 سلسلة نفس المكان. ادي ال3 عواميد، اطلع منهم كلهم وارجع تاني 4 سلسلة، واجي برضو في الغرزة اللي بعدها هنا هدخل اشتغل غرزة حشو وارجع تاني 3 سلسلة، العمود الاول، تاني، التالت، واطلع منهم كلهم و4 سلسلة، وبرضو في الغرزة اللي بعدها بكرر بقى نفس بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، 3 سلسلة، أربعة سلسلة، واجي واقفل، وبكمل نفس الشغل بنفس الطريقة. هنا اهو انا وصلت لاخر السطر، فباجي برضو بنفس الطريقة لف لفة 2 على الابرة، وهاجي هنا في غرزة الارتفاع في الغرزة الاخيرة او اول غرزة من تحت، الف واطلع من كل لفتين مع بعض زي ما انتم شايفين، وارجع اكرر سلسلة، هلف الشغل في اول غرزة دي، اشتغل غرزة حشو، ارتفع 3 سلسلة في نفس المكان، وارجع اكرر. الغرزة سهلة جدا جدا، وارجع تاني 4 سلسلة، واجي برضو في الوحدة اللي بعدها اشتغل غرزة حشو، وارجع تاني 3 سلسلة نفس المكان، 1 2
3 اقفل 4 سلسلة، واجي برضو في الوحدة اللي بعدها على طول واكرر 3 سلسلة، 1 2 3 1 2 3 4. واجي برضو في الوحدة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو زي ما انتوا شايفين كده، وبكرر بقى بنفس الطريقة لحد ما توصلوا للطول اللي انتوا محتاجينه. وده هنا شكل الغرزة بعد ما خلصت اهي. ومن الجنب سهلة جدا وبسيطة. اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم وتقدروا تعملوا منها حاجات كتير.